يا رب. ربنا ينصرك يا جيش مصر. ربنا ينصر قواتنا المسلحة. أولاد الكلب قاعدين قبالهم كل شوية في سينا، وشوية مش عارف فين، وشوية مش عارف فين. لما إيه عايزين من مصر؟ طب مصر هتبقى أعظم دولة في العالم غصب عنهم أولاد الكلب دول. قال شوية إرهاب، قال شوية خونة. احنا هنقعد قبال الكلام الفاضي ده؟ احنا لما كنا في الجيش في سلاح المظلات، والله العظيم الواحد كان يخذ الخطوة ياخذ 10 قدامه. كنا في سلاح المظلات. احنا لما كنا ننزل من ارتفاع 1.5 كيلو في السماء، كنا ننزل على الارض ونحتل الاحتلال السريع، وكنا نمون الجنود المحاصرة، وكنا نمنع العدو من التقدم للامام، وكنا ناخذ منه مهمات وسلاح وعتاد، وكنا نفقده توازنه لما كنا في الجيش. اللي عايز يعرف قيمة الجيش المصري يروح الجيش يشوف قوة الجيش. الجيش المصري أقوى جيش، قوي جدا، ما حدش يعرفه إلا إحنا اللي دفعنا عن مصر، ورحنا على ماء، ورحنا وحافظنا على أمن البلد. طب أنا عايز أعرف، طب قامت الثورة، إيه عملت الثورة؟ إيه اللي عملته الثورة؟ غير نامت السياحة. السياحة نامت. ال 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 البنات اتخطفت، الرجال اتخطفت، العربيات اتخطفت، الناس اللي كانت في السياحة نامت في البيوت. ايه عملت الثورة؟ انا عايز الشباب يفهم، الثورة دي بتخرب البلد، وفيه دول اصلا عايزاك تقوم بثورة. انا عايز افهم الشباب، يا شباب مصر حرام عليكم اللي بتعملوه في مصر ده. اتحدوا، اشتغلوا، اكحتوا في الارض. احنا كحتنا في الارض اهو، طلعنا الشجر وزرعنا الارض وتعبنا. اتعبوا. ايه بتعمل الثوره؟ الثوره خربت الدنيا، وقفت حال البلد. كيلو السكر وصل 9 جنيه و8 جنيه. بلاش من الفوضى دي. وبعدين ايه يعني لما تقوم ثوره يوم 11 زي ما هم بيقولوا؟ لو راحوا الميدان يوم 11 والله الجيش ممكن حيمسحهم مسح، ما فيش ولا واحد حيقعد هنا. غلط. احنا صدق البلد ما هديت والامور بدات تتحسن، وكل حاجه حترجع لطبيعتها وترجع مصر زي ما كانت واحسن. شايفين في تعديلات في البلد، وفي انشاء كباري، وفي طرق بتتصلح، وفي شركات بتفتح، وفي مصانع بتشتغل، مصانع. طيب الثوره وقفت التعيينات، طب من فين حنعينه واقتصاد البلد طيب انهار؟ وقفت التعيينات. فاحنا عايزين من الشباب يتعظ من الثورة اللي قامت. والله اللي عايز يعرف قيمة الجيش المصري يروح الجيش ويشوف بعينه. احنا رحنا الجيش كنا نركب الطيارة وتاخدنا الطيارة وترمينا على ارتفاع 1.5 كيلو من السماء، وكنا ننزل، كنا جنود ونصور الجو، كنا جنود بواسل ندافع عن وطننا ونحفظ بلدنا. ما يصحش كده ابدا اللي بيتعمل ده ابدا. احنا بنتمنى ربنا يوفق القيادات بتاعتنا، ويوفقهم ويحافظوا على بلدنا، وان شاء الله مستوره لغايه يوم الدين.